السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا. يتأهب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر السير في طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق. ويستعد أهلي كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة في منافسات دوري أبطال أفريقيا بعدما حصد المارد الأحمر الموسم الماضي 4 بطولات، هي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية. ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية. وأعلن كاف استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية. الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف. موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا. ويستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وذلك في 13 الأحد المقبل على ملعب نيانو الوطني. طاقم حكام مباراة مصر وجورماهيا الكيني. أوضح الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، ومكون من الدولي أحمد امتياز ويعاونه مواطنه سالياش مساعد أول ومساعد ثاني، والحكم الرابع ستيف خوان. مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني على أبو ظبي الرياضية. وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن نقل مباراة الأهلي والجورماهيا الكيني في 13 الأحد المقبل عبر قنواتها، لكن لم يتم الكشف عما إذا كانت المباراة سيتم نقلها على قنوات أبو ظبي المفتوحة أم المشفرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.